هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 11720 كيلو هرتز أو 25 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايل سات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى من أجل إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. أعزائي المستمعين، مساء الخير، أحييكم. أنا آمال علي من صوت المنتدى، وألتقيكم في هذه الساعة مع زميلي صلاح الزين ويوسف بوليسي. فقراتنا كالعادة نستهلها بنشرة للأخبار، يلي ذلك تقرير الزميل صلاح الزين بعنوان خدمة وطنية أم عبودية. نقدم بعد ذلك شهادة الروائي الإريتري حجي جابر في مهرجان جائزة الطيب صالح للإبداع الكتابي في الخرطوم. تتخلل فقرات برامجنا مقتطفات شعرية وغنائية متنوعة. نتمنى أن تبقوا معنا، وأهلا بكم. هنا صوت المنتدى. عناوين الأخبار. اليونيسيف تؤكد سوء تغطية الخدمات الصحية في إريتريا، والألغام لا تزال تحصد المزيد من الأرواح. قيادة الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا المعينة تجبر الشباب على تقمص أدوار أمنية. وفاة المناضل محمد عثمان أبو بكر في لندن.
ومسؤول سوداني يطالب منظمات الأمم المتحدة بالتعاون مع السودان لمواجهة عصابات الإتجار بالبشر. الأخبار بالتفصيل. ذكر تقرير أصدرته منظمة اليونيسيف يوم أمس الثلاثاء أن موجات الجفاف التي ضربت إريتريا خلال الأعوام الماضية أثرت بشكل كبير على صحة الأطفال والنساء فيها، لا سيما في أقاليم جنوب البحر الأحمر عنسبة والجاش بركة. وقد أدت موجات الجفاف المتكررة هذه، فضلا عن انخفاض المساعدات، إلى نقص حاد في الغذاء وإلى تفاقم حالة سوء التغذية عند الأطفال. وأظهرت مراقبة مواقع الرصد التغذوي التي أجريت في عام 2013 زيادة في سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة في جميع مناطق الجاش بركة، حيث بلغ معدل الهزال نسبة 22.7% مقارنة مع 14.5% في العام الماضي. كما أكد التقرير باستمرار تأثير الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب على المجتمعات المحلية المتضررة من الحرب، في حين كانت برامج الأعمال المتعلقة بالألغام الأرضية في إريتريا في أضعف مستوياتها، حيث لم تتعدى الألغام التي تم تطهيرها نسبة 25% من حقول الألغام. كما شهدت نسبة الإصابة جراء الألغام زيادة ملحوظة. أما في قطاع التعليم، ارتفعت نسبة الأطفال المحرومين من الدراسة والذين تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عاما، حيث بلغت 33.7%، ومعظمهم من الفئات المحرومة ذات نمط حياة بدوية، أي بمعدل 84,616 من الذكور ومقابل 99,685 من الإناث. أما في قطاع الصحة، أكد التقرير بأن هناك فوارق إقليمية كبيرة في تغطية الخدمات الصحية، حيث بلغ معدل التغطية الوطنية 52%، بينما تغطية الخدمات الصحية في المناطق الريفية بلغت نسبتها 25% فقط. وأظهر التقرير أن التغطية الصحية في جنوب البحر الأحمر 52%، بينما في عنسبة كانت حوالي 62%. فضلا عن أن الحصول على المياه الصالحة للشرب لا زالت تشكل تحديا كبيرا للمواطنين. ذكرت تقارير موثوقة من داخل الوطن بأن الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، وبعد التغييرات غير القانونية التي أجرتها على قيادة الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا في الربع الأخير من العام الماضي، تقوم الآن بتسخير إمكانيات الاتحاد في الأنشطة الأمنية المتمثلة في تقفي آثار الشباب ومتابعة تحركاتهم. في هذا الإطار، عقدت سلسلة من الاجتماعات تهدف لتنشيط ما يسمى في الاتحاد الوطني بالنواة، وهي خلية تضم الأعضاء النشطة والموثوقة. كان آخرها الاجتماع الذي عقد بمدينة عد قيح، وأداره رئيس فرع الاتحاد بالمدينة السيد عقبة برهانة، ومدير مديرية عد قيح السيد برهانة إياسو. وسبقتها اجتماعات عقدت في 16 من الشهر في كل من مندفرة، دباروة، سجنيتي، كرن وبارنتو، أدارها السيد صالح أحمد دين رئيس الاتحاد المعين من قبل حكومة الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، وغيره من مسؤولي الاتحاد والحكومة. وتأتي هذه التحركات الأمنية التي يقوم بها الاتحاد بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية القمعية نتيجة لتحركات جادة يقوم بها شبابنا عقب عملية فورتو البطولية، والغرض منها التأطير وتكثيف العمل المقاوم من أجل التخلص من النظام الاستبدادي القمعي، سواء في المؤسسات التعليمية أو داخل الوحدات العسكرية المختلفة. ورغم محاولات الجبهة الشعبية ترويع الشباب بمختلف الوسائل القمعية، إلا أن الشباب الإريتري ما لبث يظهر تحديه من خلال توزيع المنشورات المناهضة للنظام ومتابعة تحركات أقرانهم في المهجر عبر وسائط التواصل الاجتماعي. توفي صباح يوم الأحد 23 من فبراير الجاري المناضل محمد عثمان أبو بكر بعد معاناة طويلة مع المرض، وذلك في إحدى مستشفيات شمال شرق بريطانيا، حيث كان يقيم بعيدا عن أهله ووطنه، غريبا مثله مثل كل المناضلين القدامى الذين آثروا النضال على البقاء في إريتريا في ظل النظام المستبد. المناضل محمد عثمان أبو بكر تقلد مناصب عدة، أشهرها مسؤول العلاقات الخارجية في قوات التحرير الشعبية، وظل يتنقل في مسؤوليات عدة، ولم يغب عن المشهد السياسي الإريتري سوى قبل التحرير أو بعده.
وهو من الإريتريين المثقفين، حيث واصل تعليمه حتى نال درجة الدكتوراه، وله عدد من المؤلفات أشهرها كتابه تاريخ إريتريا المعاصر. زار إريتريا بعد الاستقلال، لكنه لم يطب له المقام فيها في ظل النظام الحالي، فعاد إلى المهاجر ليقوم بواجبه النضالي، ومضى في هذا الدرب حتى أيام مرضه. كان مهموما بالقضية ويعمل لصالحها، وكان الفقيد من مواليد مدينة حرقيقو من عام 1945. تغمده الله بواسع رحمته والصبر والسلوان إلى أهليه. أكد والي ولاية كسل السودانية محمد يوسف آدم أن السودان لا يزال يستقبل اللاجئين من دول الجوار، وطالب وزارة الداخلية باعتماد إجراءات الفحص الأولي للاجئين بين منطقتي حمديت والقرقف قبل استيعابهم في معسكر الشقراب. وطالب والي الولاية منظمات الأمم المتحدة بالتعاون مع السودان لمواجهة العصابات العالمية التي تتاجر بالبشر على الحدود السودانية الإريترية، حيث تنشط عصابات متعددة الجنسيات في ممارسة الإتجار بالبشر. وقال والي ولاية كسل أن الحركة الكثيفة بين الحدود أدت لاستغلال الوضع من قبل مجموعات خارجة تمارس أعمالا غير إنسانية وليست أخلاقية أضرت بالسودان وجيرانه. وكان الوالي يخاطب حشدا بمنطقة حمديت الحدودية بمحلية ود الحلو بمناسبة احتفال المركز القومي لمكافحة الألغام بإعلان المنطقة خالية من الألغام، وذلك بحضور وزير الدولة بالداخلية بابكر دجنة ووزير الدولة بوزارة الدفاع اللواء يحيى محمد خير. ودعا أهالي المنطقة للوقوف مع الأجهزة الأمنية لوقف ظاهرة الإتجار بالبشر واجتثاثها. ويذكر أن السودان يشهد نزوحا كبيرا من الشباب والأطفال الإريتريين، بلغت حسب إحصاءات أخيرة لبعض منظمات الأمم المتحدة معدلات تراوحت ما بين 200 إلى 300 حالة يوميا. ونتيجة لانعدام الأمن بالمنطقة الحدودية، كثيرا ما يتعرض هؤلاء اللاجئين لعمليات اختطاف تقوم بها عصابات الإتجار بالبشر، والتي تتهم بعض الجهات الأمنية في السودان ومصر وبعض أركان النظام الإريتري النافذة بالتعاون معها. هنا صوت المنتدى. خدمة وطنية أم عبودية؟ الحلقة الأولى. النشاط الشبابي المناهض لممارسة السخرة والاستعباد للشباب الإريتري تحت مسمى الخدمة الوطنية وجد قبولا واسعا من المهتمين بالمسائل الحقوقية عموما والناشطين في الحراك الشبابي المقاوم للنظام المستبد في أسمر، وذلك لسبب أن الخدمة الإلزامية في إريتريا حملت العديد من أوجه الانتهاك لحقوق الإنسان، وخلفت آثارا مدمرة على الشباب متعددة الأوجه والمسارات. تمثلت هذه التأثيرات في تغيرات في سلوك الشباب ونظرتهم للحياة وإحساسهم بعدم جدواها، وتدني الاهتمام بالتحصيل الأكاديمي وانهيار القيم المجتمعية وإنهاك للقدرات المالية والمعنوية للأسر، ومن ثم الإقدام على مخاطر كثيرة سنأتي لتفصيلها تباعا.
مثل بلدان كثيرة حددت إريتريا في مرسومها الخاص بالخدمة الإلزامية فترة الخدمة ب18 شهرا شاملة مدة التدريب. لكن قد يستغرب المستمع حين يعرف أن بعض منتسبي الخدمة الإلزامية في إريتريا قد شارف أو تجاوز السنة 18 وهو لم يزل يؤدي في واجبات لا يمكن أن تعتبر خدمة للوطن بأي مقياس منطقي. فقد تحول الشباب في الخدمة الوطنية لحرس خاص لجنرالات النظام، وخدم منزليين لعقدائه، ومزارعين بالمجان، ورعاة لماشية الحاشية، وعمال في أحواض الملح، وفي محاجر الرخام، وفي مناجم الذهب، وفي حراسة ممتلكات القادة الآخذة في التنامي، ويكابدون واقع المهانة. أليست هذه عبودية؟ بالرغم من أن الهجدف قد رفع شعار توريث الشباب كامل الإرث النضالي الوطني، لكن الواقع أنه أورثهم المرارات والحسرة والحيرة، وتباعدت المسافة بينهم وبين من يدعون أنهم حملوا إرث ثوري ونضالي راقي. ففي الممارسة العملية كان هنالك تمييز واضح بين المقاتلين وشباب الخدمة، حتى في أبسط الحقوق المتمثلة في الزي العسكري. فبينما ينام المقاتلون في أسرة وحقائب نوم، كان شباب الخدمة يلتحفون السماء ويتوسدون بقايا الكرتون أو الأرض الحافية. لم يستطع الكبار أن يكونوا نموذجا يحتذى به للشباب، ولم تحمل كلمة وارساي وتعني الوريث أي معنى سوى التحقير والتذكير بأنهم لم يقدموا للوطن أي جميل، بل عليهم أن يقوموا بخدمة قادتهم أبطال التحرير، خدمة بلا مقابل ولفترة غير محدودة ودون إجازة أو فترة راحة، ومع كثير من القسوة في حالة التقصير. فابتدعوا سجون تفننوا في هندستها التعذيبية، وابتكروا وسائل متطرفة تجافي الفلسفة الإصلاحية في العقاب. أليست هذه عبودية؟ تدعي طغمة الهجدف أنها صاحبة مشروع نهضوي وتنويري يستند على أداء مدروس وترقية للتعليم، لكن الشاهد أنها تعتمد مناهج عقيمة وتدير العملية التعليمية بكوادر غير مؤهلة، بعد أن شملت حملات التجنيد الإجباري الكوادر الشبابية في كل القطاعات. وجاءت إعادة التوزيع عشوائية ولا تتناسب مع المقدرات، وتفاقمت المحسوبية وتجارة التعيين في المدن لأبناء القادة والأغنياء. انهارت الخدمة المدنية وشلت مرافق الدولة، وبينها المدارس والجامعة الوحيدة التي فككت لكليات ومعاهد لنقص الكادر التدريسي ولعدم توظيف الإمكانات المالية وتوجيه الأولويات للشراء وتكديس الأسلحة ولضرب الحركة الطلابية التي أصبح لها رأي واضح في سياسات النظام. بناء على كل ذلك تدهور المستوى الأكاديمي للطلاب في مختلف المراحل الدراسية، وأصبح البعض منهم يتعمد السقوط في الامتحانات ليبقى أكبر فترة ممكنة بعيدا عن طائلة الاستدعاء للخدمة الإلزامية. وبعضهم فضل ترك مقاعد الدراسة والاختباء في منزله. وابتدعت الحكومة معالجات عجيبة، فقررت أن تكون ثانوية ساوة مركزا لدراسة السنة النهائية والتدريب العسكري في نفس الوقت، وقررت إجبار الراسبين على الانخراط في الجيش. وهذه معضلة أخرى، لأن عدد الجالسين لامتحانات الشهادة الثانوية يفوق الفرص المتاحة في المعاهد والكليات العليا بأضعاف. ففي عام 2013 جلس للامتحان حوالي 18,000 طالب، نجح منهم 3,000 ممتحن فقط، بينهم الكثيرين من أبناء المسؤولين، لأن وزارة التعليم رفعت نسبة النجاح لأقصى حد ممكن ليتم تمرير العدد المطلوب في مؤسسات التعليم العالي. إذن معظم الطلاب كانوا ناجحين فعلا وراسبين حسب رغبة الحكومة، وهو تلاعب بالنتائج الحقيقية وأذى لمشاعر الصغار وإجهاد لأحلامهم وتحديد جائر لمصائرهم. أليست هذه عبودية؟ أليس هذا استعباد؟ أليست كل هذه أسباب تدفع لمغادرة الوطن بشتى الوسائل؟ أليس من حق الأسر أن تبحث عن مستقبل أفضل لأبنائها؟ أليس من حق الأجيال أن تختار المجالات التي تريد أن تسهم عبرها في البناء الوطني؟
أليس من حق الوطن أن يتم له إعداد جيل مؤهل لاستلام الراية في كل المجالات ومختلف التخصصات؟ كلها أسئلة الإجابة عليها واحدة: نعم، يستحق الوطن أن تعد له أجيال المستقبل، وتستحق الأجيال أن تهيأ لريادة المستقبل. بهذه الأمثلة وبما سنقدمه في الحلقات القادمة من تفاصيل، نستطيع أن نقول أن ما يرتكب من جريمة في حق الوطن باسم الخدمة الوطنية ليس فعلا وطنيا، بل جريمة تخريبية متعمدة استهدفت الوطن في أهم شرائحه الاجتماعية التي ينبني عليها نصف الحاضر وكل المستقبل. لذا كان النداء: فلنوقف الجرائم ضد الشباب، فلتتوقف عمليات السخرة والاستعباد باسم الخدمة الوطنية. هنا صوت المنتدى. ولأن الثورة خرجت مننا، ولأننا خرجنا من رحم الثورة، ما زلنا ثوريين، وما زلنا بحوجة لأن نثور على كل شيء، على الصمت الذي أخرسنا لسنين طالت، على الخوف الذي يعترينا، الثورة على ذاتنا، على أنفسنا، حتى نصنع مستقبلا زاهر لوطننا ولشعبنا. شامخة 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 إريتريا الخضراء في ائتلاقها تجود لا تبخلوا في مواسم النداء والفداء. ظفرفي يا راية الكفاح، راية الكفاح، ظفرفي يا راية الكفاح، راية الكفاح، الجدود 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 الغالي العالي والفلاح. ظفرفي يا راية الكفاح، راية الكفاح، ظفرفي يا راية الكفاح، راية الكفاح، إشارة التلاحم الموروث بين العامل المبدع والفلاح. في ساحة الصمود حين يشرق الصباح، هيا 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 حي الثورة، هيا 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 حي الثورة. ساحة الصمود حين يشرق الصباح، هيا 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 حي الثورة، هيا 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 حي الثورة. فوق الذرة السمراء لاحت تباشير الصباح، هيا 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 حي الثورة، هيا 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 حي الثورة. فوق الذرة السمراء لاحت تباشير الصباح، هيا 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 حي
حي الثورة هيا 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 حي الثورة ظفر بي ظفر بي يا راية الكفاح يا راية الكفاح ظفر بي ظفر بي يا راية الكفاح يا راية الكفاح يا ندية الجراح رد يا العطر واللقاء رد يا ندية الجراح رد يا العطر واللقاء تحية السلام من أرضنا من أرضنا من أرضنا لموكب التلاحم الجسور بين رفقة السلاح هيا 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 حي الثورة هيا 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 حي الثورة لموكب التلاحم الجسور بين رفقة السلاح هيا 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 حي الثورة هيا 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 حي الثورة ظفر بي ظفر بي يا راية الكفاح ظفر بي ظفر بي يا راية الكفاح المجد للمناضلين السمر في ساحة الكفاح هيا 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 حي الثورة هيا 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 حي الثورة المجد للمناضلين السمر في ساحة الكفاح هيا 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 حي الثورة هيا 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 حي الثورة والموت للطغاة العابسين هنا صوت المنتدى. وفيما يلي أعزائي المستمعين تتابعون شهادة الروائي الإريتري حجي جابر في مهرجان جائزة الطيب صالح للإبداع الكتابي، حيث قدم جابر سردا عن تجربته الروائية الأولى سمراويت التي حازت على جائزة الشارقة للإبداع العربي عام 2012. وحجي جابر كما نعلم جميعا هو إريتري روائي صحفي من مواليد مدينة مصوع، حاصل على بكالوريوس في علوم الاتصالات ويعمل في مجال الصحافة منذ سنوات طويلة. كما أصدر الروائي حجي جابر مرسى فاطمة في عام 2013 عن المركز الثقافي العربي. متابعة شيقة. مسألة كذلك الأجيال مهمة جدا في ثقافتنا. مع حجي جابر من إريتريا، فليتفضل مشكورا. لازم الجزيرة. بس في أشياء من ما توثق يعني. طيب منتجها بعدين. طيب أوكي شكرا. السلام عليكم. أنا اسمي حجي جابر، ولدت في مصوع وخرجنا تحت القصف إلى جدة في السعودية. عشان كده هتلاحظوا لهجتي الموغلة في الجداوية. خرجت وأنا في الثانية من عمري،
وعشت يعني كل العمر اللي مضى في جدة. أنا صحفي من 2004 وروائي من 2012، لكن الأهم إنه أنا إريتري من 2007، وهذه حقيقة، لأنه أنا بالفعل في 2007 قررت أكون إريتري. يعني كان قرار وأخذ وقت من التفكير، وكانت الطريقة الوحيدة يعني حتى أكون إريتري اللي خطرت في بالي وقتها أن أنا أروح السفارة في جدة. يعني ما كانت عندي أي فكرة أخرى حتى أكون إريتري، وما كان عندي أي تصور عن الخطوة التالية. فرحت السفارة في جدة، وأمام الباب أو المدخل كان أشبه بالحاجز بين عالمين. يعني كان الباب باطنه فيه الدهشة وظاهره من قبله أشياء ما عدت أذكرها بعد كده. دخلت السفارة، أول شيء شفته يعني كم وفير من الجميلات. فطبعا هذه كانت دهشة أولى يعني، وما بنساها. جو السفارة من الداخل كان فيه صخب محبب، كانت فيه أنشطة ثقافية ورياضية، فكنت أنقل بصري في الأنشطة طبعا، مش في الجميلات. لقيت مو كل شيء يقال طبعا. لقيت كانت في مجموعة يعني منزوية برضو من الجميلات، يعني متحلقات حول شاب يعزف على البيانو، فأنا لقيت نفسي وسطهم. يعني كانت هذه أول خطوة في العودة إلى إريتريتي، لأنه المجموعة ما استغربت وجودي، وفي ثواني أصبحت جزء من الدائرة الضيقة، وبدأت أستمع للحن. وتقدمت كمان خطوة لأنه بدأت أحب اللحن، وخطوة أخرى لأنه شعرت أنه أنا بعرف هذا اللحن. وأظن هذه يعني أكبر أو أكثر يعني مرحلة ممكن يوصلها شخص في التماهي مع لحن بيعجبه، أنه يشعر أنه سبق وسمعه. ونسيت نفسي، ومع الحماس يعني أطلقت ما يشبه الصرخة يعني، وقلت أنا أعرف هذه الأغنية، بس ناسي اسم الفنان. طبعا اللي حصل إنه العازف وقف عزف، والبنات ماتوا من الضحك، وعرفت إنه هذا كان النشيد الوطني الإريتري. وهذه حقيقة موجودة في سمراويت، اللي هي مش سيرة ذاتية. بعد أنا هنا بسأل، هل أنا حالة خاصة بين أجيال الشتات الإريتري؟ السنة التالية في 2008 تقدمت إلى قناة الجزيرة، وكنت عارف إنه المقابلة حتكون صعبة، وإنه الاختبار حيكون يعني عسير. فاستعديت بما يجب، وذاكرت كل المدن والدول اللي بترد في الأخبار، كل الدول اللي فيها مشاكل. ولما وصلت الدوحة ليلة المقابلة، عرفت إنه النسبة الأكبر من المقابلة حتكون عن إريتريا، ودي كانت ورطة، يعني ورطة بشكل مش طبيعي. فقضيت الليلة كلها يعني، استرجعت أيام المذاكرة تبع الثانوي وقعدت أذاكر إريتريا. فكنت أسأل وجوجل يجيب، وكانت أسئلتي يعني غاية في البدائية. كنت أسأل عن المساحة، وأسأل عن عدد السكان، وأسأل حتى عن متى الاستقلال، هل هو 91 ولا 93، ومن هو الوزير الفلاني. ورحت الصباح للاختبار، وبالفعل سألت أسئلة كثيرة عن إريتريا. بس كان أجمل ما في الموضوع إنه انتهت المقابلة والجماعة خرجوا بانطباع إنه يعني كسبوا يعني خبير في الشؤون الإريترية. هذا بالمناسبة هذه الأشياء لازم تتمنتج، يعني هذا المايك عامل لي قلق. السؤال برضو تاني مرة، هل أنا حالة خاصة بين أجيال الشتات الإريتري؟ في 2010 كانت العودة الأولى لإريتريا. يعني ما أقدر أنا أحكي قديش كان، يعني كنت محتشد بحنين ورغبة، وكنت رايح بدون ذاكرة، لأنه أنا ما لي ذاكرة في إريتريا، بس كنت محمل بذاكرة أهلي.
في إريتريا التقيت بالأستاذ الجميل الأديب والصحفي السوداني اللي بحبه كثير، هاشم كرار، في بهو أحد الفنادق. يستحق التحية. أستاذ هاشم سمع حكايتي هذه، وسمع اندهاشي من روعة أسمرة جميلة جدا، ولا زال أنا منبهر بأسمرة، لأني رحتها طبعا بعيون السائح، ما رحتها يعني بعين أهل البلد. فلما رجعت اكتشفت أنه أستاذ هاشم كتب مقال في جملة إلى الآن ما أنساها، أنه كتب: وحجي الذي أضاع عمره في الصحراء وبلده بلد الزهور والصبيات الأنيقات. رجعت محتشد بإريتريا، وحكيت عنها كثير، كنت أحكي يعني لكل من أقابله، بس هذا ما كان كافي، وأنا مش روائي وما كانت لي علاقة بالأدب بهذا القرب، إلى أن اهتديت لفكرة أنه أنا ممكن يعني أدون هذه التجربة. فاضطريت أرجع تاني لإريتريا في أقل من شهر. هذه المرة يعني حتى كانت الوضع كان مختلف، لأني كنت عايز أملأ بس رئتي من أسمرة وشوارعها ومن مصوع المدينة اللي ولدت فيها. ورجعت وكتبت سمراويت في 2012. كتبت فيها عن تشظي الهوية اللي بتعيشها أجيال إريترية كاملة. كتبت عن نصفي السعودي الذي كان كلا لا يعرف إلا جدة ولا يعشق إلا جدة، قبل أن تضيع المدينة وجهها القديم وتستبدله بآخر دون ذاكرة. هنا بدأت جدة تبرز كوطن بديل بعد أن كانت وطنا خالصا، والوطن البديل كما نعرف قد يبقيك حيا لكنه لا يمنحك الحياة. والوطن البديل تماما كزوجة الأب، مهما كانت حنونة لا تنسى أنك من امرأة أخرى. طبعا الجائزة يعني كتب لها أنها تفوز، يعني الرواية كتب لها أنها تفوز بجائزة الشارقة للإبداع العربي، وطبعا هذا يعني خلاني على السكة أكثر، لأنه ما بعرف، يمكن لو كانت هذه الرواية اللي كانت هي الأشياء المحتشدة في داخلي، بس لو كانت مرت بهدوء ما بعرف إذا كنت أنا حكمل في هذا الطريق ولا لا. في السنة التالية كتبت مرسى فاطمة، وهي يعني رحلة بحث طويلة عن الحبيبة الوطن والوطن الحبيبة، ولا أعرف يعني وقت كتابتها ما إذا كنت أمر في مزاج يعني مشبع بخيبة الأمل، لأنه كان الاستهلال أنه الوطن كذبة بيضاء يروج لها البعض دون شعور بالذنب ويتلقفها آخرون دون شعور بالخديعة. وهنا أرجع أسأل، هل أنا حالة خاصة بين أجيال الشتات الإريتري؟ أمي كان لها صديقة اسمها زوديتو. زوديتو أقرب إنسانة لها كانت مسيحية. فمن بعد ما طلعنا على الدوام أي شخص بيسافر لإريتريا أمي اسأل عن زوديتو إذا كانت موجودة. فأنا يعني هذا الفصل من أو هذه الصفحات القليلة، يعني مش فصل كامل، كتبت عن زوديتو. فقلت إنه وابتدأت الفصل بمقطع من الشاعر المتشظي برضو بين السودان وإريتريا، الأستاذ الشاعر الجميل محمد مدني. محمد مدني بيقول لنا الآن أن نستعيد ببعض القصور جميع الخيام. لا تنسى البحث عن زوديتو. لا تكف أمي عن حشر هذه الجملة بين كل جملتين من قائمتها الطويلة لوصايا السفر. فزوديتو تتوسط ضرورة الابتعاد عن الحديث في السياسة والثقة بالغرباء، ثم تعود لتتوسط ضرورة الاعتناء بأكلي والاتصال بها كل يوم. هكذا يزدحم الطريق إلى المطار بالوصايا، لكنه ازدحام أخف كثيرا مما يحمله رأسي،
أومئ موافقا مع كل وصية جديدة بينما ينشغل ذهني بما سأواجهه بعد ساعتين. لا تنسى البحث عن زوجته. غريب أن لا يتطلب الأمر أكثر من ساعتين بينما قد ينقضي العمر كله قبل انقضائها. غريب أن يكون الوطن قريبا إلى هذا الحد أن يكون في الجوار أو في الشارع المقابل وتفصله كل هذه السنوات. ساعتان وأضع حدا ل3 عقود طارئة. أوقف المؤقت في ساعتي وأكف عن النظر إلى أوراق التقويم المعلقة. ساعتان ويبدأ عمر جديد، عمر منتظر. لا تنسى البحث عن زوجته. أسافر وحيدا، أمضي متخففا إلا من حقيبة ورواية لناود. عدا ذلك تركت كل الأشياء خلفي، ذاكرة حبلى وأمنيات حارقة حولها الوقت إلى قائمة طويلة من الخيبات. فكرت أنه لا يليق عبور المسافة إلى زمن جديد وأنا مثقل بأعباء الماضي. أردت التفرغ تماما، التعري من كل التفاصيل حتى أكون جاهزا بما يكفي للقاء بحجم الوطن. لا تنسى البحث عن زوجته. كثيرة هي الأشياء التي ينبغي البحث عنها في إريتريا، أولها البحث عني، فبمجرد أن يتوقف الشتات ستبدأ ملامحي في التشكل والاكتمال. سأبدأ في التعرف إلي، سأتلمس وجهي، أختبر صوتي للمرة الأولى، أصرخ حتى أصاب بالصمم. وحده هذا الفعل سيزيل أعواما من الغربة بيني وبين صوتي، سيهدم جدران الهمس القائمة. في إريتريا سأبحث عن أبجدية جديدة، سأستبدل لغتي البالية بأخرى أكثر وضوحا، سأعطل مخارج الحروف وأستبدلها بمخرج وحيد يستقر في رأسي، وسأبحث عن زوجته. سأحقق رغبة أمي، فبعد ساعتين لن يكون هناك متسع لشيء غير تحقيق الأمنيات. لا تنسى البحث عن زوجته. في مطار جدة تتكدس الوجوه القلقة، فالمطارات عادة هي آخر مشاوير الغربة أو هي مبتدأها. أقلب بصري بين العابرين، لا أكاد أرى إلا حقائبهم، ففي المطارات تختصرنا الحقيبة، تنوب عنا عن أسمائنا وملامحنا، تحملنا عوض أن نحملها. وبقدر ما خف وزن الحقيبة بقدر ما ثقلت غربتنا، بحيث لم نعد نطيق أن نضيف ثقلا جديدا أو لم نجد شيئا يليق بتقاسم هذا الشقاء. لا تنسى، لن أنسى. فالنسيان فعل متعلق بالترف، تكاد تخلو منه قواميس الكادحين، إذ لا ينسى الجائع جوعه إلا حين يموت، بينما يتقلب المتخم في النسيان. لن أنسى، ففي النسيان خيانة للوجع، وحدها الأوجاع تصلح ذاكرة بديلة أو تاريخا موازية. يتفحص الضابط جوازي ثم ينظر إلي، أبتسم على الفور، أحاول الاقتراب من الصورة قليلا. شاسع هو الفرق بين ذواتنا والصور، فالأخير نحصل عليها بعد أن نجرب أكثر من مرة، لنتوقف في النهاية عند أفضلها، بينما لا تحظى ذواتنا بهذا الترف. فين رايح؟ قد لا يكون الضابط رأى تذكرة سفري أو رآها، لكنه يريد تطبيق إجراءاته الروتينية والتأكد من كل شيء. مثله كنت بحاجة لأتأكد مما يجري، من اقتراب العد التنازلي من نقطته الصفر، من كوني على بعد خطوة واحدة من الوطن إريتريا. نطقت بها مختلفة هذه المرة، كنت أخاطب بها نفسي أكثر من مخاطبة الضابط. شعرت بها تنتشر في جسدي، تذوب فيه، تبدد آخر سحب الشك في أن يكون ما يجري غير حقيقي. إيش عندك هناك؟ سؤال معتاد في مطار جدة، لكنه لم يفقد قوته الصادمة إلى حد الآن لفرط ما فيه من جناية على الخصوصية. ومع هذا وددت لو أجيب الضابط بكل صراحة أن أخبره بحجم ما لدي هناك، بحجم ما تراكم من انتظار. وددته يعلم كم هو هناك، ممتلئ بأحلامنا المؤجلة وأوجاعنا المكدسة تنتظرنا كلحظة برء أخيرة. بلدي، ليس سهلا أن تبدأ متأخرا جدا في اكتشاف لغتك الأم، في المرور على مفرداتها دون التعثر بالتأتأة. ليس سهلا أن تجعل الأمور تبدو عادية جدا وأنت تلتقط أحرفك الجديدة من قاع الحريق. بلدي، خرجت بكرا كيوم سقطت من السماء لتستقر بين العينين. لم يلحظ الضابط، أو لعله فعل، كم هي طازجة شهية ممتلئة بالحياة.
ختم الضابط جوازي ذهاب وعودة. حيرني الختم، كان ينبغي أن يكون عودة وذهابا. ظننتني أعود، أرجع، ألتفت خلفي، أتشظى في كل اشتقاقات الجذر، عين واو دال، وحدها العودة تلتصق بالوطن، تتماهى معه، تدل عليه، أولا أشبه العائدين. ومرة أخيرة، هل أنا حالة خاصة بين الشتات الإريتري؟ شكرا لكم. هنا صوت المنتدى. ولا لنا دولي سيفا قبيكم حزوا سلام بولو قلنا قل مرهيو نفست السفالل قلت رأيو أسكو سرف وده وتعفيو توما تستاهلو من حليو بارح انت الاشعار يكفيو دمي رايح والباب ما شفيو دولي سيفا قبيكم حزوا كله لتذكره وقلو فقد أكانت لتنبر فنتو أرد باقات أنس مرعي وأوالد وقلو سرقيت لاتا سنت كرد شريعات ما أول وقلو تفرد تامم لبلو ناقص دولح عقد دهب فنتو وفتو يتكل وقت دولي سيفا قبيكم حذا أجلو فرحو تولت بأسو حقا فقرلاتو تتلبسوك حلا قرين دنباي تترأسوك بصوت جايه ولاميت تتحاسسو وتنحر وديب سقات شفاشفو عجابه لقلو سرقوي من حلفو دهب شاكل والباب لا ترهو قاسما كفهتو دي لا برهو بكيد دي بعالشامات وقنحو دولي سيفا قبي كم حزوا لا تقوبن سمعنا من أمرا الدم شقايت لتبال وتاجرا دي باقليم قاش بركة وديب زرا ديب ليبارن توتات ومنصورا الأكان عباي بيشا وتنبرات عالم رؤي ليكون عدنا فقرا بطور ماشن وقار تحفرا ملعب كبساتات باك أسمرا ومن تعط باسع العباي قايح بحرا عدنا ربها بايا عند حرا شعبات عم حريات الدورة سمات كريت قدم مسكين سفرا دولي سيفا قبي كم حزوا لا تهب درار مسكين بزحام نفعات وقوب لا تحمدا عند شبعة قل مسكين هبا قل ترسعة قل حربتو كراكا بنو بالعا قل تحنكتا وجلعا قل نواي تبا عطال وحا قل قبح تري وقل ربحا دولي سيفا قبي كم حزوا بكيت لدهب ركب دي بردتو ليمان قلت أمر ومروتو قانا أقل ارحم وقربتو سركم لتقبل وتصدقتو ركبة لأمثل بحيلتو قدامي لترسعة لحالتو كوالي لتحسر وولدتو إيمان لنجينا من قلتو دولي سيفا قبيكم حزوا الحمد لله نيبل وما شاء الله سبت دهب العدام سنها لا أكل ترب جعفة وكايا لا ربعيت مثما تقبع عند يسألا ونواي رأس رفعا داقاك لا حمدنا كربي وهاجا الله بدهم عرض ربوبت اطلبناي على دولي سيفا قبيكم حزوا. هنا صوت المنتدى. عناوين الأخبار. اليونيسيف تؤكد سوء تغطية الخدمات الصحية في إريتريا، والألغام لا تزال تحصد المزيد من الأرواح. قيادة الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا المعينة تجبر الشباب على تقمص أدوار أمنية. وفاة المناضل محمد عثمان أبو بكر في لندن. ومسؤول سوداني يطالب منظمات الأمم المتحدة بالتعاون مع السودان لمواجهة عصابات الإتجار بالبشر. الأخبار بالتفصيل. ذكر تقرير أصدرته منظمة اليونيسيف يوم أمس الثلاثاء أن موجات الجفاف التي ضربت إريتريا خلال الأعوام الماضية
أثرت بشكل كبير على صحة الأطفال والنساء فيها، لا سيما في أقاليم جنوب البحر الأحمر عنسبة والجاش بركة. وقد أدت موجات الجفاف المتكررة هذه، فضلا عن انخفاض المساعدات، إلى نقص حاد في الغذاء وإلى تفاقم حالة سوء التغذية عند الأطفال. وأظهرت مراقبة مواقع الرصد التغذوي التي أجريت في عام 2013 زيادة في سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة في جميع مناطق الجاش بركة، حيث بلغ معدل الهزال نسبة 22.7% مقارنة مع 14.5% في العام الماضي. كما أكد التقرير باستمرار تأثير الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب على المجتمعات المحلية المتضررة من الحرب، في حين كانت برامج الأعمال المتعلقة بالألغام الأرضية في إريتريا في أضعف مستوياتها، حيث لم تتعدى الألغام التي تم تطهيرها نسبة 25% من حقول الألغام. كما شهدت نسبة الإصابة جراء الألغام زيادة ملحوظة. أما في قطاع التعليم، ارتفعت نسبة الأطفال المحرومين من الدراسة والذين تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عاما، حيث بلغت 33.7%، ومعظمهم من الفئات المحرومة ذات نمط حياة بدوية، أي بمعدل 84,616 من الذكور ومقابل 99,685 من الإناث. أما في قطاع الصحة، أكد التقرير بأن هناك فوارق إقليمية كبيرة في تغطية الخدمات الصحية، حيث بلغ معدل التغطية الوطنية 52%، بينما تغطية الخدمات الصحية في المناطق الريفية بلغت نسبتها 25% فقط. وأظهر التقرير أن التغطية الصحية في جنوب البحر الأحمر 52%، بينما في عنسبة كانت حوالي 62%، فضلا عن أن الحصول على المياه الصالحة للشرب لا زالت تشكل تحديا كبيرا للمواطنين. ذكرت تقارير موثوقة من داخل الوطن بأن الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، وبعد التغييرات غير القانونية التي أجرتها على قيادة الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا في الربع الأخير من العام الماضي، تقوم الآن بتسخير إمكانيات الاتحاد في الأنشطة الأمنية المتمثلة في تقفي أثر الشباب ومتابعة تحركاتهم. في هذا الإطار، عقدت سلسلة من الاجتماعات تهدف لتنشيط ما يسمى في الاتحاد الوطني بالنواة، وهي خلية تضم الأعضاء النشطة والموثوقة. كان آخرها الاجتماع الذي عقد بمدينة عد قيح، وأداره رئيس فرع الاتحاد بالمدينة السيد عقبة برهانة، ومدير مديرية عد قيح السيد برهانة إياسو. وسبقتها اجتماعات عقدت في 16 من الشهر في كل من مندفرة، دباروة، سجنيتي، كرن وبرنتو، أدارها السيد صالح أحمد دين رئيس الاتحاد المعين من قبل حكومة الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وغيره من مسؤولي الاتحاد والحكومة. وتأتي هذه التحركات الأمنية التي يقوم بها الاتحاد بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية القمعية نتيجة لتحركات جادة يقوم بها شبابنا عقب عملية فورتو البطولية، والغرض منها التأطير وتكثيف العمل المقاوم من أجل التخلص من النظام الاستبدادي القمعي، سواء في المؤسسات التعليمية أو داخل الوحدات العسكرية المختلفة. ورغم محاولات الجبهة الشعبية ترويع الشباب بمختلف الوسائل القمعية، إلا أن الشباب الإريتري ما لبث يظهر تحديه من خلال توزيع المنشورات المناهضة للنظام ومتابعة تحركات أقرانهم في المهجر عبر وسائط التواصل الاجتماعي. توفي صباح يوم الأحد 23 من فبراير الجاري المناضل محمد عثمان أبو بكر بعد معاناة طويلة مع المرض، وذلك في إحدى مستشفيات شمال شرق بريطانيا، حيث كان يقيم بعيدا عن أهله ووطنه، غريبا مثله مثل كل المناضلين القدامى الذين آثروا النضال على البقاء في إريتريا في ظل النظام المستبد. المناضل محمد عثمان أبو بكر تقلد مناصب عدة، أشهرها مسؤول العلاقات الخارجية في قوات التحرير الشعبية، وظل يتنقل في مسؤوليات عدة، ولم يغب عن المشهد السياسي الإريتري سوى قبل التحرير أو بعده. وهو من الإريتريين المثقفين، حيث واصل تعليمه حتى نال درجة الدكتوراه، وله عدد من المؤلفات أشهرها كتابه تاريخ إريتريا المعاصر. زار إريتريا بعد الاستقلال، لكنه لم يطب له المقام فيها في ظل النظام الحالي، فعاد إلى المهاجر ليقوم بواجبه النضالي، ومضى في هذا الدرب حتى أيام مرضه،
كان مهموما بالقضية ويعمل لصالحها، وكان الفقيد من مواليد مدينة حرجيجو من عام 1945. تغمده الله بواسع رحمته والصبر والسلوان إلى أهليه. أكد والي ولاية كسل السودانية محمد يوسف آدم أن السودان لا يزال يستقبل اللاجئين من دول الجوار، وطالب وزارة الداخلية باعتماد إجراءات الفحص الأولي للاجئين بين منطقتي حمديت والجرجف قبل استيعابهم في معسكر الشجراب. وطالب والي الولاية منظمات الأمم المتحدة بالتعاون مع السودان لمواجهة العصابات العالمية التي تتاجر بالبشر على الحدود السودانية الإريترية، حيث تنشط عصابات متعددة الجنسيات في ممارسة الإتجار بالبشر. وقال والي ولاية كسل أن الحركة الكثيفة بين الحدود أدت لاستغلال الوضع من قبل مجموعات خارجة تمارس أعمالا غير إنسانية وليست أخلاقية أضرت بالسودان وجيرانه. وكان الوالي يخاطب حشدا بمنطقة حمديت الحدودية بمحلية ود الحلاو بمناسبة احتفال المركز القومي لمكافحة الألغام بإعلان المنطقة خالية من الألغام، وذلك بحضور وزير الدولة بالداخلية بابكر دجنة ووزير الدولة بوزارة الدفاع اللواء يحيى محمد خير. ودعا أهالي المنطقة للوقوف مع الأجهزة الأمنية لوقف ظاهرة الإتجار بالبشر واجتثاثها. ويذكر أن السودان يشهد نزوحا كبيرا من الشباب والأطفال الإريتريين بلغت حسب إحصاءات أخيرة لبعض منظمات الأمم المتحدة معدلات تراوحت ما بين 200 إلى 300 حالة يوميا. ونتيجة لانعدام الأمن بالمنطقة الحدودية كثيرا ما يتعرض هؤلاء اللاجئين لعمليات اختطاف تقوم بها عصابات الإتجار بالبشر، والتي تتهم بعض الجهات الأمنية في السودان ومصر وبعض أركان النظام الإريتري النافذة بالتعاون معها. هنا صوت المنتدى. وبهذا أعزائي المستمعين نأتي إلى ختام هذه الساعة. نتمنى أن نلتقيكم في أمان الله ورعايته يوم السبت القادم مع برامج وفقرات جديدة مع صوت المنتدى. لكم تحياتي وتحيات فريق العمل، وتصبحون على خير.